عارفين لما تستعملوا حاجة علشان حاجة فتلاقوا نتيجة تانية خالص. السلام عليكم يا بنات، ازيكم واهلا بيكم في الجزء الثاني من احلى منتجات جربتها خلال 2023 في اول 6 شهور في السنه. ده هيكون الجزء الثاني الخاص بمنتجات الشعر والبشره. اول جزء كان الميك اب والبادي كير وكمان البرفيوم. هسيب لكم اللينك بتاع اول جزء في الاي اللي هتظهر فوق. ودلوقتي بقى يلا بينا لايك على السريع وسبسكرايب للقناه لو اول مره تشوفيني. معاكم جيهاد قيشو ويلا بينا نبدا. خلوني ابدا معاكم اول حاجه باحسن انواع هير ماسك جربتها. انا جربت السنه دي انواع هير ماسك كتيره جدا جدا، ولكن اكتر 3 حسيت ان هم احلى حاجه في الحياه. هم 3. واول واحد معايا هو جارنيه اللي هو هير فود اللي هو بالموز. جماعه ده اولا ريحه مش طبيعيه، ريحته حلوه قوي قوي. ريحته حلوه يا جماعه، ريحته مش تتاكل، مش ريحه الموز اللي احنا بنحس ان احنا عايزين ناكلها، لا خالص. ريحته حلوه جدا جدا. وكمان هو بيستعمل ب3 طرق، كليف ان، كماسك، وكمان حمام زيت. هو بصراحه حلو قوي قوي واستعمالاته كتيره قوي، ولكن انا بس بستعمله كهير ماسك. انا مش بستعمله ليف ان خالص خالص. بس انا ممكن مثلا بعد ما احطه على شعري مثلا في اخر الشاور ما اغسلش شعري جامد، يعني عارفين اللي هو خلاص انا نزلته، نزلت اللي هي الرغوه دي من شعري، ولكن سبت شويه كده عادي لان هو كده كده ممكن يتساب كليف ان، فمفيش مشكله. تاني هير ماسك برضو حبيته هو ايفا كيراتين، كنت كلمتكم عنه قبل كده. ايفا كيراتين، الكيراتين ده من مكونات الشعرايه نفسها. هو يعتبر ماسك بروتين للشعر، يعني انت لو شعرك ما بيحبش البروتين فبلاش تجيبيه. ولكن بالنسبه لي انا بحس ان البروتين لو انا بستعمل حراره، انا من الناس اللي بتستعمل حراره، انتوا عارفين ده. اي حد بيستعمل حراره على الاقل لازم يعمل ماسك بروتين مره واحده في الاسبوع، لازم، علشان الحراره بتكسر الروابط اللي ما بين الشعرايه. فالماسك بتاع البروتين مهم جدا جدا لاي حد بيستعمل حراره. فبالنسبه لي برضو ايفا من ضمن الحاجات الكويسه جدا، وكمان سعره كان كويس. تالت ماسك عندي هو الهير ماسك ده من فافلين. جماعه الهير ماسك ده بقى ريحه ترطيب، ريحته حلوه قوي قوي. ريحته بحس ان هي فيها شياكه كده، ريحه برفيوم، وكمان بتثبت في الشعر فتره كويسه، ودي حاجه بالنسبه لي حلوه جدا جدا. بالنسبه للناس اللي ما بتحبش السلفيت والسيليكون والحاجات دي كلها، هو فري سلفيت فري سيليكون. وكمان هو طبعا في نوعين كمان من البروتين. بالنسبه لي اساسي لازم استعمله مره كل اسبوع، لان البروتين يا جماعه مهم للشعر. حتى لو انت شعرك ما بيحبش البروتين، انا بحس ان هو على الاقل نختار حاجه يكون داخل فيها. فدول كده احلى 3 هير ماسك انا جربتهم. انا هعمل لكم بعد كده، دايما بوعدكم بالفيديو ده ومش بعمله، بس ان شاء الله ان شاء الله هعمله قريب، لانه في انواع هير ماسك بجد يعني حسيت ان هي واخده ضجه على الفاضي شويه. فان شاء الله هعمل لكم الفيديو ده، لانه عايزين بقى نتكلم على باقي الانواع التانية. نيجي بقى على الليف ان. ده احلى ليف ان استعملته يا جماعه السنه دي. انا قلت لكم انا اللاين ده ماشي معايا قوي، خدوا بالكم ان ده برضو في ناس ما حبتهوش، فدي بيبقى تجارب شخصيه قوي. يعني انا مش عايزه حد يقعد يزعق في الكومنتات لا ده وحش جدا. يا جماعه هو حلو معايا، طب انا اعمل ايه؟ اقول عليه وحش عشان في ناس بتقول عليه وحش؟ اكيد لا. هي الفكره انه شعرنا مختلف جدا. خدوا بالكم ان الشعر مع الرطوبه الكبيره قوي اللي احنا فيها دي، منتجات الشعر هتظلموها لو جربتوها دلوقتي بجد. شعرنا كلنا مجنون اصلا الفتره دي. انا بقى بسيطر على شعري بايه؟ ان انا وهو مبلول، مش مبلول بينقط ميه بس، خلاص انا الميه نشفت من شعري، اول حاجه بحطها على شعري هو الليف ان. جماعه خطير، ريحته تحفه، هو كمان تحفه، بيهدي الشعر جدا جدا. عايزه اقول لكم ان انا كمان جبت الاثنين دول عشان حبيت ان انا اعمل لكم مقارنه، فاستنوا بقى المقارنه. جبت دول كمان فعشان يبقوا ال3 كده مع بعض. في واحد كمان اسود بفكر اجيبه، يعني لو معايا فلوس. بصراحه لحد دلوقتي مش معايا فلوس، بس لما يبقى معايا فلوس ممكن اشتريه لحد مثلا ما يكون خلاص هنعمل الفيديو، علشان اعمل لكم فيديو مقارنه بقى ما بين 3 انواع الليف ان. بعد الليف ان يا جماعه مهم جدا 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 ان احنا نحط سيرم على شعرنا. السيرم ده من فافلين اهو، ده جديد وده قديم، وفي 2 قبل كده خلصانين. فانا السيرم بتاع فيفلين بقيت معتمده عليه. خدوا بالكم يا جماعه من حاجه، انه عشان برضو ما بحبش ان احنا نحمل المنتجات اكتر من طاقتها. مفيش حاجه للبشره او للشعر بتشتغل لوحدها. السيرم بتاع فيفلين بكل امانه في الدنيا هو زيه زي اي سيرم موجود في الماركت، انت مش هتحسي منه نتيجه لوحده الا لو استعملتيه مع حاجه تانية. يعني انا بحطه بعد الليف ان علشان يحبس الترطيب. لازم سيرم في الروتين بتاعك، ده اساسي، استعمال يومي عادي جدا جدا.
بستعمله كمان بشكل اساسي قبل الحراره علشان يحمي شعري من الحراره، يغلف الشعريه كده كويس ويحميها من الحراره. في ناس كمان ممكن تحط زيت بعد السيرم عشان تحبس وترطب اكتر. دي كلها افكار هعمل لكم ان شاء الله فيديو، لان في منتجات شعر احنا كنا بنستعملها غلط. عملت روتين جامد قوي لشعري، فهعمل لكم روتين شعر برضو او الهير كير روتين بتاعي الفتره دي، لانه فعلا عاجبني جدا. كده احنا خلصنا الجزء بتاع منتجات الشعر. دلوقتي بقى هنتنقل على السكين كير او المنتجات بتاعت السكين كير اللي عجبتني خلال اول 6 شهور في السنه. اول حاجه واكتر حاجه استغربتها هو السيرم ده بتاع لوريال باريس اللي هو جلايكوبرايت. جماعه السيرم ده انا بصراحه اخدت منه نتيجه انا ما كنتش مستنياها اصلا. يعني عارفين لما تستعملوا حاجه علشان حاجه فتلاقوا نتيجه تانية خالص، والنتيجه دي لقيتها مع كل الناس تقريبا اللي طلعت اتكلمت وعملت ريفيو على السيرم ده، ان هو فعلا بيشيل الحبوب اللي تحت الجلد. فهو لو انت عندك مشكله الحبوب اللي تحت الجلد وعايزه يعني سيرم يكون بسعر اقتصادي شويه، ممكن تجربي فيه. انا دايما وجهه نظري ان احنا بنبدا بالحاجات الاقتصاديه الاول قبل ما نعمل ابجريد بقى في السعر وكده لحاجات اغلى. حلو جدا للحبوب اللي تحت الجلد، وكمان ريحته كانت لذيذه قوي بصراحه وما عملتليش حساسيه. اما بقى بالنسبه للصن بلوك، فمن احلى انواع الصن بلوك اللي انا جربتها السنه دي طبعا لاروش بوزي اللي هو ايج كوريكت. ده حاسه ان هو هيكون مناسب اكتر للناس اصحاب البشره الجافه. الملمس بتاعه كريمي قوي، كريم كانك بتحطي كريم مغذي على بشرتك. في طبعا ناس بتقول ان هي بشرتها الدهنيه برده كانت بتحبه عادي، ولكن انا اعتقد انه في الظروف الصعبه اللي احنا فيها دي، يعني هو اصلا ما فيش حد بشرته جافه لسه في الظروف الصعبه اللي احنا فيها دي، كلنا تقريبا بقينا بشرتنا دهنيه. ولكن هو انا حاسه ان هو ممكن يبقى مناسب للبشره الدهنيه في الشتاء، لكن في الصيف لا صعب، هو بس مناسب للبشره الجافه. برضو من احلى انواع السان سكرين هو ايزيس فارما اللي هو ده كده شكله دراي تاتش، لان هم عندهم كذا نوع. دراي تاتش هو احلى نوع. برضو ايزيس فارما من احلى انواع السان سكرين اللي انا جربتها السنه دي. في بقى نوع يا جماعه قلت عليه ان هو وحش جدا وعملت عليه نيجاتيف ريفيو وقلت بيفرول على بشرتي ومش عارفه ايه. طلعت كل مشكله ان هو انا اللي بشرتي ما كانتش مناسبه معاه، يعني هو مظلوم حرام. انا بشرتي جافه وهو اساسا البشره الدهنيه. انا بستعمل دايما الصن بلوك بتاع البشره الدهنيه، انا ما بستعملش صن بلوك البشره الجافه اطلاقا، لانه انا بشرتي مش جافه قوي، يعني اللي هو انا بشره عاديه اساسا كده في الاساس. انا بشره عاديه بتميل شويه للجفاف لما بيكون الجو برد قوي، فهو عايز بشره دهنيه جدا. فانا لما بدات ارطب قبليه انا كنت بحطه، لان انا دايما الصن بلوك بحطه من غير اي مرطب قبليه خالص، صيف او شتاء بحط الصن بلوك كده على بشرتي على طول. فاكتشفت ان هو الصن بلوك ده تحديدا لان هو معمول للبشره الدهنيه جدا، فبالتالي معايا انا كبشره جافه لازم احط قبليه مرطب. وهو الصن بلوك ده من يسرن. الصن بلوك ده يا جماعه عظيم لاصحاب البشره الدهنيه. لو انت بشرتك دهنيه حاولي تدوري عليه وتجيبيه. هي يسرن بقت موجوده بشكل رسمي في مصر، ولكن اعتقد السان سكرين ده لسه ما نزلش عندهم. بس يعني بجد هو حلو جدا لاصحاب البشره الدهنيه، هيحبوه قوي لان هو مش بيعمل اي ملمس دهني خالص. برده من احلى انواع السيرمز، ولكن هو بصراحه سعره بقى غالي بشكل مبالغ فيه. انا مش عارفه هعرف اجيبه تاني ولا لا. هو انا عندي واحده تانية منه الحمد لله. ده مهم بالنسبه لي انا يا جماعه، علشان دايما بلاقيكم بتدوروا على سيرم اللي هو احنا عايزين ندخل سيرم في الروتين بتاعنا وخلاص، من غير ما تعرفوا اصلا هو انتوا هتدخلوه ليه. السيرم بيدخل في الروتين بتاعنا لما بتكون حاله بشرتنا محتاجه سيرم. انا بحتاج السيرم بتاع النياسيناميد ده، سيرم النياسيناميد من فيشي، علشان انا حاجز بشرتي متضرر، وكمان انا لما بيطلع لي حبوب بتسيب اثار حمراء. فالنياسيناميد من اكتر الحاجات اللي بتكون كويسه مع اثار الحبوب الحمراء، فعلشان كده هو مهم في الروتين بتاعي انا، لكن هو ممكن يكون مش مهم بالنسبه لك خالص. فعلشان كده يعني ما تشغليش بالك ان انت لازم يكون عندك نياسيناميد. واخر حاجه طبعا يعني الكريم حبيب قلبي اللي هو يورياج زيموس. يورياج من احلى انواع المرطبات للبشره الجافه. يورياج، وكمان موجود اللي هو بتاع بايوديرما اتوديرم اللي شبه ده بالظبط، اللي هو في تيوب مش في بامب، لان اللي في بامب ما كانش اكتر حاجه بالنسبه لي عجباني. هو كان كويس طبعا جدا، ولكن اللي في تيوب المكونات بتاعته احلى بكتير. في 3 انواع من السيراميد، ولكن هو بصراحه برده بقى غالي قوي، بقى ب 900 جنيه تقريبا، ب 900، وده ب 740 اعتقد. فبرده اسعارهم بقت غاليه زياده عن اللزوم. هم طبعا ما لهمش ذنب، يعني هم حاجات مستورده، فطبيعي سعر الجنيه مقابل الدولار هو اللي بيتغير. الدولار قيمته ما بتتغيرش يا جماعه، علشان بس ما حدش يقعد يشتم في البراندات مالهاش ذنب. يعني انا مش بدافع عنهم، بس عشان في ناس بتقعد تقول لي انت بتدافع عن البراندات، انا هدافع عنهم ليه؟ فعليا هم ما لهمش ذنب، احنا اللي اقتصادنا بايظ. يعني هم هيعملوا ايه لبلد اقتصادها بايظ؟ على فكره بالمناسبه عايزه اقول لكم ان اسعار البراندات الفرنساوي في مصر
ارخص اسعار اصلا في الدول العربيه كلها، فهم برضو بيسعروا على فكره على حسب اقتصاد البلد نفسها، فهم كمان مراعينا كمان في السعر. فلكم ان تتخيلوا اصلا ان هو بالسعر ده. الغريب بالنسبه لي ان هو كمان ما بقاش ينزل عليه اوفرز اصلا، بس انا بصراحه ما بجيبهمش خلاص من الصيدليه، انا بشتريه من على ويب سايت بشرتي علشان اجيبه يعني بخصم 10% احسن من ان انا اجيبه بالسعر الكامل بتاعه. بالنسبه للناس اللي بشرتها بقى جافه جدا جدا ممكن تجرب لاروش بوزي اللي هو ليبيكار. بالنسبه لي ما كانش حلو خالص، كان تقيل قوي على البشره، كان عايز بقى بشره جافه جافه، لكن انا بالنسبه لي ده كان كويس. هو تقيل طبعا يعني، هو ده مش خفيف على فكره يعني، هو بالنسبه لي برده تقيل على بشرتي، بس انا باخد منه فرفوته بعملها كده على ايديا ومشيها على بشرتي، هو انا كده راضيه. نفس الكلام بايوديرما، بس بايوديرما اخف سيكه من ده. اتمنى بقى ان شاء الله ان احنا نبدا ناخد خطوات جديه شويه في نص السنه الجديده، اللي هو احنا داخلين على شهر 8 اصلا، الحمد لله الصيف قرب يخلص، نبدا ناخد خطوات جديده عشان ما نحسش ان السنه انتهت مننا على الفاضي واحنا ما عملناش اي حاجه. وبس كده، يا رب تكونوا استفدتوا واستمتعتوا وانتوا بتشوفوا الفيديو ده، وان شاء الله نتقابل مع بعض في فيديو تاني قريب. شكرا ليكم، مع السلامه.